أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم معنا النهاردة. لقاء جديد بيجمعنا بيكم على الهواء مباشرة من خلال برنامجكم في قلب الحدث. معنا ومعكم الكثير من القضايا والموضوعات الهامة اللي دائما بنطرحها من خلال البرنامج، ومن خلال أيضا ضيوفنا اللي بيكونوا مشرفينا على الهواء لطرح هذه القضايا والموضوعات الهامة. فأنتم دائما على مقربة في قلب الحدث. النهاردة معنا جزء كبير من حلقتنا هنتكلم فيه عن موضوعات وقضايا هامة المواطن بالفعل في احتياج إليها، وده الاحتياج بيكون من خلال أعضاء مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية اللي بيشاركوا في العديد من الفعاليات والمبادرات اللي بيقدموها للمواطن في مختلف القطاعات، وده كمان بيكون من خلال الأحزاب اللي بينتموا إليها. النهاردة بيسعدنا أن يكون ضيفنا وضيف كل مشاهدينا على الهواء سيادة النائب أحمد البعلي، بعضو بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأيضا بعضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية الدائرة الثالثة اللي هي بتضم التل الكبير، القصاصين، أبو صوير، في فايد. والنهاردة هنطرح معاه موضوعات كثيرة جدا وقطاعات وقضايا هامة طرحها للنقاش من خلال مجلس النواب. برحب بيك سيادة النائب، أهلا وسهلا أهلا بيك، كل سنة بحضرتك، وحضرتك طيب. وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وشعب مصر بخير. وخالص تحياتي وتقديري لشعب الإسماعيلية العظيم وجمهور القناة الرابعة شرفتنا بصفة خاصة يعني. ونورتنا شرف عظيم لينا يا فندم. وشهر رمضان الكريم. يا رب إن كل شاء سنة الله. وحضرتك طيب وأنت طيبة وبخير. يا فندم. خلينا نبدأ معاك ونتكلم عن دور حزب مستقبل وطن في دعم المواطن من خلال كثير من الفعاليات اللي بالفعل بقينا بنشوفها ونشاهدها في كل المناسبات. دائما الحزب بيقف بجانب المواطن في كل هذه الفعاليات، وده طبعا من خلال أعضاء مجلس النواب. هو طبعا أنا ليا الشرف العظيم إن أنا أكون نائب عن حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية. اسمحي لي بس في البداية أن أنا طبعا بقدم خالص شكري لسيادة النائب أحمد عبد الجواد أمين تنظيم الحزب بصفة خاصة يعني، وسيادة النائب محمد موسى أمين العام الحزب، وصديقي العزيز سيادة النائب عصام منسي أمين تنظيم الحزب. وكلنا بنفذ تعليمات وتوجيهات سياسة الحزب، لأن دايما معروف أن حزب مستقبل وطن دائما وأبدا في صف المواطن البسيط من خلال الفعاليات الهامة جدا، خاصة الفعاليات اللي بتخص المواطن في شهر رمضان، زي معارض أهلا رمضان اللي معمولة على مستوى محافظات مصر كلها وموجودة هنا عندنا في محافظة الإسماعيلية. تنسيق تام مع الإدارة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أمانة الحزب في المحافظة. أهلا رمضان فعاليات بنعملها جميلة جدا. أيضا يمكن معارض تانية لشراء الملابس، ويمكن عاملاها النهاردة بالصدفة كمان أمانة المرأة في حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية. عاملين معارض لبيع الملابس بأسعار مخفضة جدا، وده يعني من ضمن الفعاليات اللي بتتعمل. فعاليات بنقف جنب المواطن البسيط من خلال المساعدات. المرأة وشهر المرأة دائما طبعا يعني يعني بيقف بصراحه مشاركه الحزب المراه كان عظيمه والأم النهارده، وعامله مؤتمرات، عامله مثالية. النهارده فعاليات جميله جدا النهارده. وايضا مناسبات عيد الام والاحتفال بعيد الام ودور المراه النهارده وامانه المراه، يعني كان لها دور كبير جدا في تكريم الامهات تصفير المثاليات. عدد من الأمهات لأداء ايضا ما العمرة. انا هقول لسيادتك اه برضو بالنسبه اه بشرح لحضرتك يعني بعض اتفضل. الحاجات. برضو حزب مستقبل وطن عامل فعاليه على مستوى الجمهوريه كلها وخصوص محافظه اسماعيليه. مطلعين امهات مثاليات عمره لشهر رمضان الكريم. كلنا كنواب محافظه الاسماعيليه شاركنا وساهمنا في، يعني ان شاء الله يكون امهاتنا يروحوا يسعدوا بالعمره. يا رب، وده كان اللهم توجيه تقبل منا. بالامانه المركزيه على مستوى المحافظات كلها، ولكن محافظه الاسماعيليه برضو الحمد لله كان لنا دور كبير جدا، يعني يمكن لا تقل عن 10 15 ام مثاليه من محافظه الاسماعيليه. هيتم ان شاء الله باذن الله تاديه العمره برضو من ضمن الفعاليات بتاعه حزب مستقبل وطن. فعاليات كثيره جدا للحزب دائما وابدا. انت عارفه سيادتك ان ده يعني زي ما بنقول دائما حزبنا حزب داعم للدوله، أكيد للدوله المصريه وللمواطن البسيط. أكيد. خلينا ننتقل بقى لقضايا وموضوعات هامة على أرض محافظة الإسماعيلية، وقطاعات حضرتك ناقشت فيها قضايا كثيرة نعم. جدا، زي مثلا الأوقاف. ناقشت فيها يعني موضوعات ومناقشة عامة، سواء في النزاع بيكون قائم بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي وغيرها من موضوعات داخل هذا القطاع الهام. تمام سيادتك. هو اولا يعني حقيقي حضرتك لمستي نقطه مهمه جدا. مشكله الكتل السكنيه ما بين هيئه الاوقاف المصريه وهيئه الاصلاح الزراعي، خاصه لمواطني التل الكبير والقصاصين في الدائره الثالثه.
هي المشكله انا يمكن بقالي سنين طويله جدا بتكلم فيها، والمشكله اساسا تتلخص معنا ان الفيديو حضرتك في المجلس في بتناقش مجلس النواب انا كنت عامل قضايا حاجه هامة اسمها جدا. اداه من الادوات الرقابيه، حاجه اسمها طلب مناقشه عامه. تمام. طلب مناقشه عامه يعني عدد من الاعضاء بنقدم طلب وبيفوضوا حد بيتكلم عنهم، وده اللي تم فعلا في الجلسه. وسياده الرئيس فوضني ان انا اتكلم عن مشكله الكتل السكنيه. مشكله الكتل السكنيه تتلخص بين في نزاع ما بين هيئه الاوقاف وهيئه الاصلاح الزراعي منذ مئات السنين على الكتل السكنيه القديمه. النزاع بيخص الكتل السكنيه القديمه. يعني لو انا كلمت حضرتك يعني باختصار شديد جدا، كان في قانون رئيس الجمهوريه رقم 152 لسنه 57. القانون ده كان بيقول ان الاراضي الزراعيه والكتل السكنيه اللي موجوده تخص هيئه الاوقاف المصريه. بعد كده جالنا قانون رقم 44 لسنه 62، اتحولت الارض من هيئه الاوقاف لهيئه الاصلاح. جالنا قانون تاني بعد من 62 ل 73، يعني في 11 سنه. القانون رقم 42 لسنه 73 ده قال لك رجع الارض تاني للاوقاف، بس حط شرط مهم جدا. ايه هو الشرط ده؟ قال لك رجع الارض بحيث ان الاراضي اللي انت لم يتم التصرف فيها خلاص، اللي انت تصرفت يتم التصرف فيها. طب انا في 11 سنه اتصرفت في اراضي كتير، وانا الارض تبع هيئه الاصلاح الزراعي. انا مش عايز اقول لحضرتك ان مواطني التل الكبير وخاصه القرى، وعندي في قريه الظهريه على سبيل المثال في توابع كتيره جدا، المواطن بدل ما يدور على الزراعه في ارضه ويحسن انتاجه، كل يوم في المحاكم بسبب القضايا. يعني اقول لحضرتك يعني على سبيل المثال في بلدنا في كفر الشيخ عطيه والغربوه وتل ابو حامد والظهريه، بلاد كتيره جدا توابع. ده انا بدي حضرتك امثله بسيطه: القصاصين القديمه، قريه الجزيره الخضراء، قريه ابو عاشور، وحدات محليه كرويه كثيره جدا فيها مشاكل انشغلت للفلاحين، بهذه المشكلات. مشكله كبيره جدا جدا جدا، وبصراحه بنعاني منها. وكان معالي وزير الاوقاف في اخر طلب مناقشه عامه قال احنا ان شاء الله في توجيهات من القياده السياسيه لحل هذه المشكله حل جذري، ومنتظرين ان شاء الله ان احنا نعمل جلسه زي ما طلب وزير الاوقاف. قال هنعمل جلسه مع سياده النائب احمد البعلي، والكلام ده نصا قاله في الجلسه، بحيث نوضع حلول لحل هذه المشكله جذريه اكيد. يعني لان طبعا المواطن بتاعنا يهمنا قوي انه يركز في ارضه ويركز في الانتاج بتاعه، بدل ما كل يوم مشاكل كبيره جدا. من ضمن برضو المشكلات اللي كانت اخذه حيز كبير جدا موضوع قانون التصالح واللائحه التنفيذيه، واخذت وقت برضو كبير جدا مشكله قانون التصالح. بص حضرتك، انا طبعا يعني بالنسبه لقانون التصالح انا كان ليا الشرف العظيم ان انا كنت موجود في لجنه الاداره المحليه، وكان بيتناقش في اللجنه مع لجنه الاسكان. كان في لجنه مشتركه ما بين لجنه الاسكان ولجنه الاداره المحليه، وكان ليا الشرف العظيم ان انا موجود في مناقشه القانون اثناء مناقشته في اللجان قبل ما ينزل الجلسه العامه. وانا كنت بصراحه يعني اعرضت مقترح مهم جدا. كان المفروض ان قانون التصالح القديم بيحاسب المواطن على تصوير جوي لسنه 2017. طب من 2017 لسنه 2023 كام سنه حضرتك؟ عدد كبير جدا، 6 سنين. طب في مخالفات خلال الست سنين، فكنا لازم نطلب من اللجنه يتعمل تصوير جوي لغايه 15/10/2023. وده التاريخ اللي فعلا لما قدمت اقتراح في اللجنه اتوافق عليه بفضل الله، وتوافق. من حقيقي بقدم شكري لقواتنا المسلحه العظيمه والمساحه العسكريه، لان في اثناء اللجنه قالوا ناخد راي المساحه العسكريه، وبفضل الله المساحه العسكريه ايدت رايي، وفعلا القانون طلع اخر تصوير جوي يوم 15/10/2023. اذا في 6 سنين للمواطن ده هيتصالح على المخالفات. التصالح على مخالفات البناء اللي هو يعني انا بنيت بدون ترخيص. وفي نقط مهمه جدا في قانون التصالح، اللي هي التصالح على الاراضي اللي خارج الاحوزه العمرانيه، ودي كانش موجوده في القانون القديم. خارج الاحوزه العمرانيه اللي هي الكتل المتآخمة للحيز العمراني القريبة من الحيز العمراني، ودي هتحددها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية اللي هي وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع وزارة العدل، على أساس أن القضايا اللي هي موجودة حاليا تقف لأي حد يقدم على التصالح. كل القضايا هتقف
لحين البت في التصالح. طيب يمكن احنا برضو عندنا جزئية هتبقى خاصة شوية، بالظبط. بما ان حضرتك برضو نائب عن جزء كبير اللي هو القطاع الريفي. تمام. بيختلف عن المدينة، فالتعدي على الأراضي الزراعية تمام في القطاع الريفي أكيد برضو ده عامل مشكلة. بص حضرتك، مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية مشكلة قومية، وكلنا ضد التعدي على الأراضي الزراعية، لأن احنا لازم نحافظ على الرقعة الزراعية ولازم نحافظ على برضو أرضنا البناء عليها. ولكن أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. اتفضل. أنا كمواطن بنيت مخالف على أرض زراعية، تمام. وتمت الإزالة على البيت. هل الأرض دي هتعود للزراعة مرة أخرى؟ ده مستحيل. مستحيل عودتها للزراعة مرة أخرى. عشان كده بنقول له إيه؟ بنقول خد من الفلاح اللي تعدى على الارض الزراعيه مخالفه او غرامه، وبالغرامه دي اقدر استصلح في الاراضي الصحراويه الأخرى. بدل لو هو تعدى على جرات ارض بثمن الجرات ده اصلح فدان، يبقى انا بزود في الرقعه الزراعيه. ودي بصراحه يعني سياسه بنحاول نوصلها للحكومه، وللاسف الشديد انه برضو مصرين، لكن احنا بنقول برضو احنا ضد التعدي على الاراضي الزراعيه. لكن بالنسبه لقانون التصالح لازم اقول لحضرتك حاجه، ان اللائحه التنفيذيه للقانون اتاخرت جدا. واحنا كمان يعني عملنا بيانات عاجله في مجلس النواب بالاسبوع اللي قبل الماضي، وطالبنا الحكومه باصدار اللائحه التنفيذيه، لان المواطن لازم يحس بحاجه ملموسه موجوده عنده أكيد. في الوقت الحالي بالذات. فان شاء الله يعني الحكومه وعدت ان اللائحه التنفيذيه، وده برضو بقوله من خلال برنامج حضرتك، هتكون بعد العيد مباشره اللائحه التنفيذيه موجوده في الوحدات المحليه لتنفيذ قانون التصالح. وقانون التصالح اللي جاي هيفيد مواطنين كتير جدا، وفي نفس الوقت هيعمل دخل قومي للبلد، دخل محترم جدا. تمام. خلينا برضو نروح لجزئية هامة، وهي جزئية الصحة. والصحة طبعا من القطاعات المهمة اللي المواطن بالفعل في احتياج ليها، يعني زي كده السلع الغذائية والمواد الغذائية والأكل والشرب بتعتبر الصحة، والتعليم بيعتبر من القطاعات الأساسية. الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل على أرض محافظة إسماعيلية. اسمحي لي حضرتك في بداية كلامي عن الصحة أنا لازم أقدم خالص شكري وتقديري واحترامي وإجلالي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القيادة السياسية اللي كانت مصرة ان محافظة الاسماعيلية تكون من ضمن المحافظات بعد بورسعيد مباشرة لتطبيق منظومة التأمين الصحي. يعني حضرتك المنظومة بدأت في بورسعيد يوم للناس، ده الجزء الثاني او على السنة الثانية على التوالي. طبعا الدكتور محمد سامي انسان عظيم جدا، ويعمل لنا يوم للناس حاجة جميلة جدا بحيث يشوف مشاكل التأمين الصحي. شفنا يعني كنتوا لحل المشكلات او طرح بنعرض المشكلات والحمد لله بتبقى فيها استجابة. طب الحمد لله. انا هكلم حضرتك فضل. عن يوم للناس، لكن انا بكلم حضرتك منظومه التامين الصحي في الشامل في محافظه الاسماعيليه بصفه عامه. ده انجاز عظيم جدا للسيد الرئيس لا ننكره. طبعا مليارات الجنيهات تم انشاء مستشفيات ومراكز وأجهزة مراكز طبيه ووحدات صحيه عظيمه جدا في محافظه الاسماعيليه. دي حاجه جميله جدا. لما اقول لحضرتك عندنا برضو مشكله بتقابلنا دلوقتي النهارده، المجمع الطبي في الاسماعيليه كل مواطني الاسماعيليه من ال7 مراكز اللي موجودين كلهم بيجوا على المجمع الطبي. انا عملت طلب احاطه في مجلس النواب الاسبوع اللي قبل الماضي، وطلبت بسرعه الانتهاء من مستشفى التل الكبير المركزي ومستشفى ابو صوير المركزي، بحيث ان المستشفيات دي تعمل تخفيف عبء على المجمع الطبي. القصاصين الحمد لله المستشفى بدأت شغل، ولكن نأمل المزيد. لسه القصاصين محتاجة تخصصات زيادة، ولكن القصاصين هنقول انضمت فعلا لمنظومة التأمين الصحي. هو بصراحة الدكتور إسلام إنسان عظيم جدا جدا، أنا بشكره على الهواء دلوقتي. دكتور إسلام يعني كل الشكر والتقدير ليه في مستشفى القصاصين، ولكن احنا عايزين نساعده، عايزين نساعد الدكتور إسلام بالتخصصات. فاحنا منتظرين التل الكبير، وان شاء الله باذن الله ما انا هكمل حضرتك اهو. يعني دلوقتي القصاصين وفايد خلصوا، محتاجين ابو صوير والتل الكبير، ودول 4 مراكز اللي خصوا الدايره. وبرضه عندنا مستشفى الانطره غرب والانطره شرق في محافظه الاسماعيليه. لو المستشفيات دي خلصت كلها هنخف العبء وهنبقى نقدر نؤدي خدمه محترمه للمواطن الاسماعيلاوي من خلال المجمع الطبي اللي موجود عندنا. لكن في سلبيات، في سلبيات بعد اذن معاليكي لازم برضه نقول، بس ملهاش يعني هيئه الرعايه الصحيه اللي موجوده ملهاش ذنب فيها، ولا التامين الشامل. عندنا مثلا المستلزمات الطبيه، عندنا مثلا الادويه اللي موجوده، عندنا هيئه اسمها هيئه الشراء الموحد في مصر معطله كل حاجه ده. وانا في طلب الاحاطه ذكرت هذا الكلام في طلب الاحاطه الماضي، قلت ان
هيئه المشتريات اللي موجوده في مصر معطله لنا اجهزه، الاجهزه اللي احنا بنعمل بيها او الادويه او الاجهزه التعويضيه اللي أدوية فعلا. موجوده اللي بنستخدمها في اجراء العمليات النهارده لما يجي واحد يعمل عمليه في عنده كسر في رجله او محتاج حاجه يقعد شهر وشهرين. طب العظام بالذات دي هو المواطن مشكلة. هيستحمل ده كله؟ خاصه ادوات العظام بالذات العظام فعلا مش موجودة، يعني واصبحت ادوات غالية جدا جدا، ما يقدرش موجودة المواطن كمان. يجيبها من بره، ما صعب. وبعدين نقول لا ما عندناش امكانيات. طب ليه هيئه الشراء الموحد تعطل حاجه؟ اولا يعني مفاصل الصحه بالذات دي والحاجات اللي مش موجودة. معاليكي بتمس حياه المواطن بصفه مباشره. ما ينفعش ان انا اثر في الصحه بالذات، يعني حياه المواطن بصفه مباشره كده. الصحه عندنا خط احمر زي ما ونقص بقول. بعض الادويه نقص الاساسيه بعض زي الادويه ادويه الاساسيه، السكر وغيرها. ولكن عاوز اقول لحضرتك حاجه كمان، يعني بامانه برضو في تعاون كامل ما بين التامين الشامل وهيئه الرعايه الصحيه. دكتور احمد بركات انا بشكره، طبعا دكتور محمد سامي هيئه الرعايه الصحيه انا بشكره. في تعاون لما بيجي كمان في حاجه مهمه جدا من خلال البرنامج حضرتك، عشان اقول لمواطنينا اللي مش قادرين يدفعوا المصروفات العاليه، الرقم الباهظ، ارقام كبيره جدا على المواطنين. لما يجي يدي خدمه يقول له عليك 7000، عليك 10000، عليك 8000 مديونيه. لكن انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا بنقول للمواطنين اي حد غير قادر يتفضل يعمل بحث في الوحده الاجتماعيه ويروح هيئه التامين الشامل عند الدكتور احمد بركات ويقدم من خلال البحث بتاعه، يقدر في الحاله دي نبحث حالته والدوله تكفل بالمصروفات بتاعته، ودي من خلال الغير قادرين، التامين الصحي لغير القادرين. ويا ريت بقى سياسه المواطن يعني تحدد نفسها، ان المواطن يكون الغير قادر هو اللي يروح، او الغير قادر فعلا. ما يبقاش حد قادر ويقول لك انا راح اعمل بحث ويعمل ازمه، لكن الحاجات دي بتتبحث كويس جدا. فاحنا بنقول للمواطنين الغير قادرين اتفضلوا اعملوا بحث عشان خاطر تعافوا من رسوم التامين الصحي الشامل. يوم للناس شفناه، يوم للناس فكرته بقى بعد اذن حضرتك جميل. فكره يوم للناس بصراحه اللي قالها الدكتور محمد سامي رئيس الهيئه دلوقتي الحالي، بيجمع النواب وبيسمع مشاكل النواب، وبعد فتره من الزمن نعمل اجتماع تاني ونشوف ايه اللي اتحل في المشكلات السابقه اللي قبل كده، وايه اللي ممكن لسه نساعد فيه وما اتحلش. للامانه عمل اجتماعين. الاجتماع الاول عرضنا عليه مشاكل كتيره جدا. انا على سبيل المثال طلبت منه، كانش لسه مستشفى القصاصين المركزي ينضم للخدمه، وبفضل الله اليوم الثاني على طول كان مستشفى القصاصين انضم لهيئه الرعايه الصحيه. وبرضه بنطالب الدكتور محمد سامي بالمزيد والاهتمام بمستشفى القصاصين في الفتره اللي جايه، ان المستشفى القصاصين النهارده شايل مواطن تل وشايل مواطن ابو سوير، لان مركز القصاصين في النص ما بين الاثنين. ومركز ابو سوير ما فيهوش كمان مستشفيات مجمعات طبيه، في وحدات صحيه. برضو ايضا منظومه الوحدات الصحيه اللي موجوده بتأدي خدمه اكثر من رائعه حقيقي. يعني يمكن انا بالمناسبه بقدم شكر للدكتوره منى منير اللي هي ماسكه الرعايه الاساسيه في هيئه الرعايه الصحيه، الوحدات الصحيه مسؤوله عن الوحدات الصحيه بالكامل. برضو بتقدم خدمه ممتازه جدا. المواطن بيروح يحجز في الوحده الصحيه بيلاقي الادويه الشهريه بتاعته في ادويه مزمنه ما كانش موجوده في التامين الصحي القديم قبل كده. فيعني انجازات عظيمه جدا في التامين الصحي. لو قعدت ساعات اتكلم عن منظومه التامين الصحي الشامل، ولكن انا دايما بطالب بالمزيد من الاهتمام بالمواطن، ونخف شويه الطوابير والزحمه اللي موجوده في المجمع الطبي ان شاء الله باذن الله المستشفيات المركزيه على مستوى المحافظه كلها. ان شاء الله. نتكلم عن قطاع برضو هام، لان بما اننا برضو حضرتك يعني نائب عن الدائره الثالثه وهي جزئيه الزراعه ومشاكل الفلاحين. تمام. طيب بس حاجه بسيطه جدا كده هفكر حضرتك فيها، يعني ان بالنسبه للتامين الصحي انا بحاول دايما استغل برنامج حضرتك العظيم وادي ارشاد للمواطن. يعني مثلا كان في مشكله الحجز للمريض انه لازم يحجز بالكول سنتر. لا، النهارده اي مريض بيروح الوحده الصحيه بياخد خدمته من غير ما يحجز، وده بصراحه يعني مجهود رائع لهيئه الرعايه الصحيه. من غير ده بالامانه يعني قدامي انا كله في اغلب المواطنين اللي بيروح ما حجزش كول سنتر بيروح الوحده الصحيه، من خلال الوحده الصحيه يحجز ياخد الخدمه بتاعته على اكمل وجه. في الطوارئ بس فقط في الطوارئ، يعني في الطوارئ وفي بعض الوحدات الصحيه اللي في ازمه بالنسبه للمواطنين. يعني هل هم في سماح فعلا الكول سنتر؟ انا لا اعتقد. لا، لكن ما لغاش الكول سنتر موجود، بس افرض مواطن ما عرفش يتواصل مع الكول سنتر، لو راح الوحده الصحيه هياخد الخدمه بتاعته. ودي برضو من خلال يعني بنناشد مواطنين. الزراعه ومشاكل الفلاحين. والله يا فندم يعني الفلاح المصري ده يعني انسان عظيم جدا.
انت يعني ذكرت منها مشكله خاصه طبعا بهيئه الاصلاح الزراعي في الاول في الجزئيه بقى الخاصه ده بالاوقاف خص طبعا مديب. الفلاح عشان مم. مشكله اه. يعني يركز في ارضه شويه، مم. ولكن الفلاح بتقابله مشاكل كتيره جدا. يعني مثلا مم. يا ريت يعني من خلال برنامج حضرتك وانا مم. بدعو كل المسؤولين في وزاره الزراعه مم. النظره لدعم الفلاح المصري دعم حقيقي مم. من الاسمده مم. والمبيدات ومن التقاوي. مم. ويعني اعتقد ان وزاره الزراعه بتوفر تقاوي ممتازه جدا للفلاح في زراعه القمح، مم. وانا بأتمنى مم. يكون عندي اكتفاء ذاتي لزراعه القمح في مصر من خلال خصوصا الفلاح بعض المصري. الصوامع اللي بقت موجوده كمان على ارض يمكن انا محافظه من ضمن الاسماعيليه. اه. البيان اللي انا قلته في مم. مجلس النواب ان مم. انا قلت السيد الرئيس من مم. 10 سنين جهز لنا الصوامع مم. للغله، فاحنا المفروض يكون عندنا اكتفاء ذاتي، ما مم. نقدرش نستورد الغله بالعمله الصعبه، وانت عارفه سيادتك اه المشاكل طبعا بتاعه مشاكل العمله العمله الصعبه. الصعبه الوقت. فان شاء الله ان شاء الله في اراده سياسيه قويه في وقت من قريب جدا هيكون عندنا اكتفاء ذاتي لزراعه الغله، وده عبء كبير جدا للفلاح المصري. من خلال وزاره الزراعه في اداره خاصه باداره التقاوي برضو بتوفر التقاوي للفلاح، تقاوي الغله بتاعته احنا عندنا بيزرعها. زراعات بنشتهر بيها الاسمده وبنصدرها والكيماوي والكلام ده كله يا ريت يبقى في تشديد رقابه شويه على ان لازم يوصل الدعم لمستحقيه. توصيل الدعم بالنسبه للاسمده والكيماوي للفلاح باسعار مدعمه من الدوله، وحقيقي يعني دي لها مواضيع تانية كبيره جدا نتكلم فيها بعدين. طيب نروح لنقطة أخرى من ضمن برضو النقاط اللي حضرتك ناقشت فيها عدد من طلبات الإحاطة. موضوع التعليم، وزي ما قلت في الأول التعليم والصحة يعني عملة وجان لعملة واحدة، لأن دي أساس الإنسان يعني. فناقشت برضو عدد من طلبات الإحاطة في مجال التعليم وافتتاح مدارس. يمكن احنا عندنا التعليم بدأ يخطو خطوات سليمة بعدد مدارس تم افتتاحها. بص حضرتك ذكرتي قلت التعليم والصحه، والدستور المصري كان مأكد على التعليم والصحه، ويا ريت الحكومه تكون مجهزه النسب اللي قالها الدستور في توفير الاعتمادات الماليه للتعليم والصحه. الاساسي سيادتك الاساسي بالنسبه للتعليم في مصر بصفه عامه هي تقليل كثافه الفصول. طيب انا عاوز اقلل كثافه الفصل، كثافه الفصول في محافظات تانية مش في اسماعيليه الحمد لله بتوصل ل 100 و120 طالب. المفروض الطالب او كثافه الفصل لا تتعدى 30 35 طالب. عندنا في الاسماعيليه هنا كنا مصرين جدا، وبصراحه يعني انا عاوز اقدم شكري لمعالي الوزير المحافظ اللي هو شريف فهمي بشاره في توفير قرارات التخصيص اللي كان بتقابلنا في انشاء المدارس وسرعه انجازها، ومن فضل الله تم انشاء مدارس عظيمه جدا في الاسماعيليه. يمكن ادي لسيادتك مثال بسيط جدا. عندي في القصاصين كان عندي مدرسه اسمها مدرسه التجريبيه، بقى لها سنين قوي بنطالب بيها، وكانت المدرسه التجريبيه دي تعمل داخل مدارس ابتدائي، وبفضل الله تم انشاء مبنى محترم جدا. خد مننا مجهود كبير جدا مع وزارة التعليم الفني في تخصيص جزء من أرض التجارة اللي هي تابعة للتعليم الفني، والحمد لله تم تخصيص الأرض وتم إنشاء المبنى، ودلوقتي عندنا في القصاصين مدرسة رسمية للغات، حاجة رائعة جدا جدا جدا. فده من ضمن الحاجات. تم إنشاء كثير من المدارس في التل الكبير وفي القصاصين وفي أبو سوير وفايد، دي بتقلل الكثافة الفصول، وإحنا محتاجين إن شاء الله نأمل في المزيد في الفترة القادمة. عندنا مدارس كتيرة جدا مطلوبة إن شاء الله، زي مدرسة المنشاة عندنا لها مشكلة مع هيئة الأوقاف والحمد لله اتحلت. لينا مشكلة يعني كبيرة برضو لازم أعرضها لحضرتك عشان المواطنين عارفين. عندنا مدرسة الزراعة في القصاصين ومدرسة الصنايع، دي تعليم فني صناعي وتعليم فني زراعي، الاثنين بيعملوا في مبنى واحد حتى الآن. كذلك نفس المشكلة في التل الكبير، الزراعة مع الصناعة في مبنى واحد. فيعني احنا دلوقتي عندنا مشاكل، بنحاول نوفر الأراضي، نحاول نحل المشاكل مع هيئة الأوقاف بحيث يتبني مدرسة للزراعة خاصة بمدينة القصاصين، ومدرسة للزراعة خاصة بالتل الكبير. وفي بعض المشاكل اللي قابلتنا وحاولنا كتير جدا أنا وزملائي النواب، حقيقي يعني لازم أشكر كل زملائي النواب اللي ساعدوني فيها. وإن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في إنجازات عظيمة جدا خاصة بالتعليم في الإسماعيلية. تمام. عايزين برضو نتكلم عن جزئية هامة، وهي
في الفترة الأخيرة وبعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بدأ الاهتمام بالشباب بشكل طبعا كبير من طبعا خلال طبعا العديد من المؤتمرات الشبابية طبعا والمؤتمرات الدولية وفي شرم الشيخ. طبعا. الاهتمام بالرياضة، مراكز الشباب بدأ الاهتمام بيها بشكل كبير. فعايزين نتكلم عن هذا القطاع طيب انا الهام، بس قطاع هتسمحي لي الشباب والرياضة. هتسمحي لي معليكي اه. بس ان انا يعني مم. هتكلم مع حضرتك خاص بالشباب والرياضه، اه. ولكن كان في حاجه برضو تخص الفلاح المصري انا مم. تذكرتها الان اتفضل لازم ارجع عليها تاني. اتفضل. يعني انا في مجلس النواب انا مم. طالبت في شهر اول فبراير في مجلس النواب مم. عشان بس نفرح فلاحيننا ونقول لهم ان احنا برضو معاكم مش مم. ناسيينكم. اه. زياده سعر الارداب بتاع القمح مم. كان بيتباع الفلاح بياخده ب 1600 جنيه، اه. النهارده انا طلبت في مجلس النواب قلت عاوزه ب 2000 او 2500 جنيه. مم. حقيقي مشكورا السيد رئيس الوزراء بعدها بشهر ونص تقريبا في نص مارس طلع قرار انه ياخد الارداب بالقمح من الفلاح ب 2000 جنيه. مم. انا برضو ما زلت ان انا مصر ان انا اطالب الحكومه مم. بزياده سعر ارداب بالقمح من اه. 2000 الى 2500 جنيه مم. عشان نقدر اه. نزود دخل الفلاح وفي اه. نفس الوقت اه. نشجع الفلاح انه يزرع الغله بتاعتنا مم. عشان ما نستوردش بالعمله الصعبه زي ما قلت لحضرتك. تمام. دي الفتره الجايه. اما بقى سيادتك كلمتيني عن موضوع مهم جدا وهو اه. قطاع حيوي جدا، مم. قطاع الشباب والرياضه. مم. حقيقي طبعا يعني احنا معانا الدكتور اشرف صبحي كوزير مم. شباب ورياضه مم. متعاون جدا مع النواب، مم. جدا مع جميع نواب مصر. اه. وانا مم. يمكن يبقى ليا كده مم. نصيب الاسد معاه يعني في مم. جميع مراكز الشباب على حضرتك انت مستوى مع وزير وزاره الشباب الشباب والرياضه دايما والرياضة موجودين معاه. يعني الدكتور الوزير الوحيد اللي بيقابل النواب كل يوم اتنين، مم. كل طب يوم اتنين من كل اسبوع. مم. فوزير عظيم جدا، مم. كل التقدير والاحترام لمعالي الوزير اه. في دعمه للشباب والرياضه بصفه عامه مم. ولمحافظه الاسماعيليه. تمام. لما اكلم سيادتك بقى بصفه عامه كده دعم وزاره الشباب والرياضه لمحافظه الاسماعيليه تمام. بصفه عامه. مم. اول حاجه وزاره الشباب والرياضه ساعدتنا مم. بمبلغ كبير جدا في انشاء نادي اجتماعي للنادي الاسماعيلي. مم. ده حاجه عظيمه جدا، اي نعم في سلبيات، وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه هتلاقي نادي هو اجتماعي النادي محترم اللي جنب المبنى هنا، جنب مبنى اللي الإذاعة جنب المبنى والتلفزيون بتاع الاذاعه والتلفزيون. اللي افتتحه السيد الرئيس من كام سنة من كام وحتى سنه ده في الآن بعض المشاكل اه. والتسليم والتسلم مع المقاول، مم. وبصراحه كان في توجيهات من معالي الوزير اخر زياره معانا هنا في الاسماعيليه، مم. بس ان يعني مواطني الاسماعيليه بداوا بقى يعملوا يعني اشتراك اللي هو العضويه بتاعه النادي الاسماعيلي، نساعد شويه بحيث ان توفير الاعتمادات الماليه من خلال الاشتراك بتاع النادي الاسماعيلي، احنا وان شاء الله نتمنى يكون بنتمنى عندنا نادي يشتغل، لان اجتماعي. كده حرام ان هو كل حاجه فيه بقى لها سنين، وده بالظبط، وده كان مشروع قومي حرام. من ضمن المشروعات القوميه تطوير معسكر القرش في الاسماعيليه، حاجه مم. رائعه جدا. ايوه. كان معانا الوزير الفتره اللي فاتت بيتابع، وهيتم في افتتاح رئاسي ان شاء الله معسكر القرش، حاجه جميله جدا دلوقتي في ما شاء الله. محافظه الاسماعيليه. ده بتكلم حضرتك بصفه عامه. طبعا حقيقي الدكتور ايهاب وكيل وزاره الشباب والرياضه متعاون معانا قرية الأولمبياد كنواب طبعا اللي تم افتتاحها أمانة. والسيد الرئيس افتتاحها تبع طبعا الهيئة احنا بمناسبه الثلاثية. بقى ان احنا موجودين في شهر رمضان، ومعروف قوي ان كل مراكز الشباب بتتنافس بس في اخبار عمل مراكز الشباب ايه؟ طيب الدورات حضرتك الرمضانية. في الدايره الثالثه كلها زي تصوير وكله تمام، كل مراكز الشباب الحمد لله بنجيب لهم طورت دعم، وكله حلو. وكل مراكز الشباب من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي عملها معالي الوزير كان بيعمل رفع كفاءه وصيانه لكثير من الملاعب اللي موجوده. الملعب لازم يترفع كفاءته بعد فتره معينه، يعني النجيله متقطعه يترفع كفاءته كامل، طبعا تعمل له الحمد شبك. لله. في كثير من مراكز الشباب على مستوى مراكز شباب التل والقصاصين وبصير وفايد الحمد لله تم تطوير كثير من الملاعب. النهارده احنا بنتكلم حضرتك عن دورات رمضانيه هي قدامنا موجوده على الهوا في الدورات موجود الرمضانية. دورات الرمضانيه موجوده على مستوى المحافظه بالكامل، ولكن انا يمكن بخص عندي دوره رمضانيه موجوده في قرية البعلوة الصغرى تبع القصاصين القديمة محافظة الإسماعيلية. من خلال برنامج حضرتك العظيم لازم أقدم شكري واعتزازي واحترامي للجنة المنظمة، مجموعة من الشباب، شباب البلد، شباب المثقف الواعي المحترم، عمل دورة رمضانية بالمواقع العالمية بتتكلم عنها. ما شاء الله. في مواقع عالمية بتتكلم عن دورة مركز شباب البعلوة الصغرى في الافتتاح، وحاليا وإن شاء الله بكرة هيكون عندنا الختامي بتاع الدورة. تمام. وحاجة جميلة جدا بالنسبة للشباب المحترم اللي موجود. عمل فكرة برومو الفيديو من فكرة من الشباب نفسه. لما المواقع العالمية تتكلم عن دورة داخل مركز شباب قرية في محافظة الإسماعيلية، أعتقد ده شرف عظيم جدا لمحافظة الإسماعيلية بصفة عامة. أيضا عندي مركز شباب البعلوة الكبيرة جنبي عامل دورة رمضانية، بشكر
بشكر كل القائمين على مركز شباب البعلوه الكبرى ايضا بنفس، ومركز شباب تل ابو حامد، مركز شباب تل البلد. مراكز الشباب دي مركز شباب المحسمه المحطه، هتشوفي مفاجاه السنه دي، عامل مفاجاه جميله جدا برضو الكابتن هاني علي ان انا بشكره، وعامل حاجه جميله جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه في نهايات الدورات الرمضانيه. ده شيء عظيم جدا ولازم نهتم بالشباب في الفتره اللي جايه. أكيد طبعا. طيب يعني آخر قطاع بقى عايزين نتكلم فيه موضوع الغاز الطبيعي والصرف الصحي، وده برضو قطاع هام، اسمحي لي بس وخصوصا ان قطاع انا الصرف قبل برضو الصحي. ما اتفضل. قبل بس ما اسيب قطاع الشباب والرياضه، انا لازم اقدم شكري لمجلس اداره مركز شباب البعلوه الصغرى بقياده ايمن بدران البعلي رئيس مجلس الاداره، وبشكره على المجهود، ومعاه مصطفى بدران اخوه، بشكره على المجهود اللي بيتعمل، مشكور رائع من شباب يفرح قوي، ومعاه مجموعه من الشباب الجميله جدا، عاوز اقدم لهم شكري، وايضا لمجلس اداره مركز شباب البعلوه الكبرى وكل مراكز الشباب اللي قايمه بدور مباهر جدا. الاخ احمد زغلول في تل ابو حامد كان عامل نهائي رائع جدا، يعني حاجه وحاجات جميله جميله جدا. ومميزه وحضرتك يعني. لو شفتي دلوقتي شفنا اهو، احنا حاجات شايفين اهو. حاجات زي الافتتاحات العالميه. بصراحه تمام. حاجه جميله. طيب سيادتك بقى تكلمينا نخش عن على الغاز الطبيعي والصرف الصحي. اهم قطاعين طبعا، والاثنين مربوطين ببعض. والقطاع الصرف الصحي على مستوى الدايره بالكامل من ضمن القطاعات اللي بتاخد مبالغ ماليه كبيره جدا من ميزانيه الدوله جدا. عندنا مشروعات صرف صحي بقى لها 10 سنين و12 سنه لسه ما خلصتش. ليه؟ عشان الاعتمادات بتاعتها كتير، فكل سنه بيجزأ الاعتماد بتاعه. عندنا مشروعات تم تنفيذها فعلا، وحاليا بيتم جزء لما ينتهي منه نبدا ندخل الخدمه للمواطن في الصرف الصحي. وفعلا على مستوى قرى التل والقصاصين الحمد لله في قرى كثيره جدا دخلناها. كان عندنا مشاكل، لا بالنسبه للصرف الصحي كان عندي مشاكل صرف صحي في مدينه ابو سوير، في تجهيز الطريق، في تجهيز اماكن في منطقه اسمها منطقه السلام تبع ابو سوير. الحمد لله تواصلنا مع المواطنين، والمواطنين تعاونوا معانا بتجهيز اراضي لانشاء محطات الرفع. حاجه عظيمه جدا. المواطن المصري عظيم جدا، لما بتطلبي منه حاجه بتلاقيه موجود، ممتاز جدا. فمشروعات الصرف الصحي على مستوى التل والقصاصين وابو سوير اي نعم هي ماشيه ببطء شديد جدا، ولكن احنا بنطالب الحكومه بسرعه الانتهاء من المشروعات الصرف الصحي اللي موجوده في جميع قرى التل وجميع قرى القصاصين وجميع قرى ابو سوير. طبعا بالنسبه للفايد الحمد لله كانت عندنا بعض المشاكل في الصرف الصحي، وبامانه للتعاون مع سياده النائب سامي سليم زميلي وتم حل المشاكل في فايد ومن فضل الله برضه، ولكن بنامل المزيد من سرعه انتهاء ايضا مشروعات الصرف الصحي في مركز ومدينه فايد. طب النهارده انا عشان اوصل غاز طبيعي لازم يكون انتهيت من مشروعات الصرف الصحي. فعشان كده بقول لحضرتك توصيل الغاز الحمد لله بفضل الله احنا طالبنا من سنين من خلال مجلس النواب، من خلال طلبات الإحاطة، من خلال بيانات العجلة، توصيل الغاز الطبيعي في مدينة التل الكبير. وبفضل الله حاليا بيتم توصيل الغاز الطبيعي في مدينة التل. بتقابلني مشكلة وإن شاء الله مصرين نحلها، هي منطقة السلام في التل الكبير، هي زي ترعة الإسماعيلية والسكة الحديد، ففي صعوبة في تعدية العداية عشان يوصل الغاز في منطقة السلام في التل. وان شاء الله خدنا وعد بامانه من سياده الوزير المحافظ والمسؤولين عن الشركه لحل هذه المشكله، ووعدونا فعلا هيتم توصيل الغاز الطبيعي من خلال مزلقان عندنا اسمه مزلقان توفيق، الغاز الطبيعي لمنطقه السلام. يبقى كده مدينه التل كمدينه ان شاء الله تكون اكتملت. طب انا عندي الغاز ده جاي لي من ناحيه الشرقيه من ناحيه العباسه، وهو جاي كده بمر على قريه اسمها قريه الظهريه، وقريه الظهريه بجميع توابعها خلص فيها مشروعات الصرف الصحي، ده هيدخل لها الغاز الطبيعي. دي حاجه جميله، ما دام خلص الصرف الصحي ممكن ادخل الغاز الطبيعي في كفر الشيخ عطيه والغربوه والظهريه في طريقنا. وبرضه ايضا في توصيل الغاز الطبيعي في قريه ابو عاشور ان شاء الله باذن الله عشان يتم الانتهاء منها من مشروعات الصرف الصحي. قريه الجزيره الخضراء، قريه ابو عياده، البعلوه الكبيره يعني والبعلوه الصغرى، كل ده بيخش كل اي حاجه يخش الغاز الطبيعي. ايضا من خلال طلبات الاحاطه كنت مصر جدا على توصيل الغاز الطبيعي في مركز ومدينه القصاصين ومركز ومدينه ابو سوير. بفضل الله تم شراء قطعه ارض بالتنسيق مع اهالينا لعمل محطه خفض في الغاز الطبيعي هتخدم التل، قصدي هتخدم ابو سوير والقصاصين. وتم فعلا انشاء الخطوط الرئيسيه للمحطه، وحاليا بيتم بالفعل توصيل الغاز الطبيعي في مدينه القصاصين.
وبالتالي وانا بوصل الغاز الطبيعي في مدينه القصاصين، اي قريه تقابلني خلص المشروعات الصرف الصحي منها، هوصل غاز طبيعي فيها على طول. ايضا في ابو سوير نفس الحكايه برضو، باذن الله باذن الله مشروعات الصرف الصحي خلصت داخل مدينه ابو سوير، حاليا بيتم التمهيد لتوصيل الغاز الطبيعي في مدينه ابو سوير. كل دي كانت عباره عن طلبات احاطه وادوات الرقابيه استخدمناها في مجلس النواب عشان نقدم خدمه لمواطنينا واهالينا على مستوى الدائره الثالثه بالكامل. والحمد لله كلها يعني قضايا وموضوعات هامة، وحضرتك يعني ناقشناها معاك النهارده من خلال طلبات الإحاطة اللي حضرتك تقدمت بيها، وحليت كثير من هذه المشكلات في هذه القطاعات الهامة اللي بتهم المواطن. احنا كده خلصنا كل الموضوعات وكل القضايا. لو حضرتك بقى عايز توجه كلمة لأبناء الدايرة الثالثة أو أبناء محافظة الإسماعيلية بوجه عام. والله طبعا احنا يعني شعب الإسماعيلية شعب عظيم جدا وشعب واعي ومثقف. بنقول لشعب الإسماعيلية يعني نأمل انك تصبر علينا شوية، والقادم افضل باذن الله، القادم افضل باذن الله ان شاء الله. يعني هيكون الايام اللي جايه يمكن في ازمه اقتصاديه عالميه، والازمه الاقتصاديه العالميه دي مؤثره على مصر لان مصر جزء من العالم. فبنقول للمواطن استحمل شويه زياده الاسعار، وانا متفائل جدا في الفتره اللي جايه باذن الله هتحل كل ازماتنا. وانا شايف دلوقتي يعني ان كان سياسه الحكومه والدوله على تخفيض سعر الدولار، وبفضل الله بيحاولوا يثبتوا سعر الدولار، وبالتالي هتثبت الاسعار. فان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون فتره كويسه جدا على شعب ده مصر محتاج بصفه دعم عامه. النواب برضه، طبعا يعني احنا كان خلال مجلس النواب بندعم الدوله في بإن كل تتوفر القوانين كل السلع الغذائيه اللي تخدم المواطن البسيط. وطبعا توفير السلع الغذائيه ومشاكل التموين وكل الحاجات دي كلها نأمل يعني بعيدا بقى يعني من خلال برنامج حضرتك بنناشد كل تجارنا، التجار الجشعين بالذات، بلاش جشع في زياده الاسعار، لان الاسعار بتتفاوت من تاجر لتاجر. ونأمل كمان زيادة الرقابة من التموينية. يعني عايزين بقى الرقابة التموينية تقوم بدورها كوزارة تموين، مديريات تموين. عايزين دور الرقابة هنا يبقى فعال جدا عشان مصلحة المواطن البسيط. طبعا حضرتك شرفتنا ونورتنا النهارده. شرف عظيم لينا. وقبل ما ننهي مع حضرتك اللقاء، احنا بيبقى دايما في كل حلقه معانا مجموعه كده من الامهات، بما ان طبعا شهر مارس شهر المراه وعيد الام، فدايما شهر رمضان كمان او شهر رمضان. أيوة. بنقدم لهم كده، بنساعد من يعني كرتونه من السلع الغذائيه مقدمه من منظومه امان ووزاره الداخليه. فلو حضرتك حابب انك تكمل معانا شرف عظيم ليا ان انا نكرم امهاتنا، وكل سنه وانتم طيبين، ونرجع نستقبلهم وحضرتك معانا. دول عظيمات مصر. طوال شهر رمضان كل حلقة بيكون معانا مجموعة من الأمهات، لأن شهر مارس طبعا شهر المرأة المصرية والمرأة العالمية، عيد الأم، هو شهر خاص بالمرأة، عظيمات مصر، كل واحدة ليها قصة كفاح. قصة كفاح النهاردة يعني لكل الأمهات اللي موجودين معانا في كل الحلقات. في كل حلقة بيكون معانا مجموعة من الأمهات بيكونوا فعلا رمز للعطاء، رمز للحب، رمز للتضحية، بيقدموا حاجات كتيرة جدا لولادهم ولحياتهم، ورحلة كفاحهم بتكون كبيرة جدا. احنا كمان بنحاول ان احنا نقدم لهم حاجة بسيطة مع البرنامج او في البرنامج. فمع سيادة النائب النهاردة معانا مجموعة من الامهات العظيمات الجمال اللي ليهم رحلة كفاح وعطاء. تحية إعزاز وتقدير لعظيمات مصر وأمهاتنا الأعزاء النهاردة اللي موجودين معانا ومشرفينا النهاردة، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وحقيقي أنا سعيد جدا 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 يعني بمنظومة أمان وزارة الداخلية على المجهود اللي بتعمله وبتقدمه، وهو ده التكافل الاجتماعي اللي دايما سياده الرئيس يطالب بيه، سواء قواتنا المسلحه بتدعم، سواء شرطتنا العظيمه بتدعم، جمعيه ضباط الشرطه بالاسماعيليه جمعيه ضباط الشرطه مع منظومه امان، جمعيه امان متعاونه وانا بشكرهم. طبعا. وحقيقي كل التحيه والتقدير، يعني كل التقدير والشكر لقواتنا المسلحه وشرطتنا العظيمه في الدعم المتواصل لعظيمات مصر أمهاتنا العظيمة في المناسبة العظيمة دي، في مناسبة شهر رمضان الكريم، وفي مناسبة أيضا إن احنا موجودين في أعياد عيد الأم والأمهات المثاليات. بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، عام سعيد عليكم وعلى مصر إن شاء الله. يلا نبتدي كده نتعرف عليكم. يلا اتفضل.
فاطمة محمد سليمان. اهلا وسهلا أهلا بيك يا حاج بيك، فاطمه. أهلا بيك. عندك كم عيل وزوجك موجود؟ لا، جوزي متوفي ومعايا منة ومعايا سليمان. بقاله ربنا قد ايه يخليهم. متوفي؟ بقاله 10 سنين. وانتي شلتي بقى اه الحمل شلت. والتربيه شلت. سليمان كان عنده 2 سنين، ومنة عندها 6 سنين. ما شاء الله. ودلوقتي منة ما شاء الله في أولى كلية، ما شاء الله. وسليمان في تانية إعدادي. ربنا يعينك، ربنا ما شاء الله يخليك، عليكي، الله برافو يخليك يا عليكي، رب، شاطره. الله يخليك، الحمد لله. شاطره، برافو عليكي، كل الحمد التحيه لله. ليكي وكل رب التقدير. ربنا يخليك يا رب. يلا الله يا حاجه يصلحك. هدى، قولي لنا بقى الام المثاليه اللي اختاروها ام مثاليه. الحمد لله 25 سنة، ما شاء الله. كان 5 أطفال، ربيتهم وعلمتهم تعليم عالي. مم. وآخر حاجة شروق معايا، آخر حاجة مم. مخلصة كلية آداب علم اجتماع. مم. الزوج موجود لا، متوفي بقاله 25 سنة. 25 سنة. 25 سنة. بقى يعني شوف مجهود عظيم جدا. عظيمات عظيمات مصر مصر شالوا يعني. ازاي هم دول وصارهم الحمد لله. وربت بصراحة 5 مجهود أولاد. مشكور لحضرتك. الحمد لله. ربنا يبارك فيكي الحمد ويخليهم لك لله. يعني. الحمد لله. ربنا يخليك مسؤوليتي يا رب. كانت جامدة يعني، الحمد لله. ربنا معاكي أحسن الحمد من كل. لله، وعلمتهم أحسن تعليم. ما شاء الله الحمد كلهم متعلمين اتعلموا. على معالي إن شاء الله. طبعا طبعا ما شاء أم الله، مثالية ما شاء عظيمة الله. يعني. رحلة الحمد كفاح طويلة، 25 سنة، 25 مش سنة. قليل أكيد الرحلة طبعا. طبعا. أكيد حضرتك. تعب ومجهود وشقة الحمد لله، وشغل بفضل ربنا برضو، بفضلكم معانا. يلا ربنا الحمد يوفقك. ربنا يوفقك ويعينك. اتفضلي يا حبيبتي. حميدة سليمان. أهلا وسهلا. أهلا بيك، الله يستر معاك. معايا جوز بنات متجوزاهم، ومعايا فاطمة موجودة هنا. يا حبيبتي ربنا يخليها. زوجك موجود؟ متوفي بقاله بقاله 7 قد إيه؟ سنين. 7 سنين. يا الحمد حبيبتي. لله. واشتغلتي بقى وتعبتي طبعا، واجهتي صعوبات ومشاكل في اه الحياة الحمد بعد لله، الحمد لله، وبتعدي ان شاء الله. ست النائب بقى قاعد يسمع القصص الجميلة دي ما هو والله يا بتاعتكم. فندم هم أنا دول يعني عظيمات مصر. والله يعني. وبعدين هقول لسيادتك حاجة، دي نماذج من كثير. طبعا طبعا. نماذج من كثير كثير جدا يعني. والله احنا بنبقى فخورين بيهم، وفخورين بيهم ومجهودهم فعلا. وتعبهم بجد والله. وشقاهم. فعلا. يلا اتفضلي يا حبيبتي. ماجدة رفاعي إبراهيم. اهلا وسهلا. الله يخليك. معايا 3 أولاد وحامل في التامن. يا حبيبتي. يلا ربنا معاكي. الزوج موجود؟ لا، متوفي بقاله 3 شهور و10 أيام. يا حبيبتي البقاء. ربنا معاكي. ربنا بقى معاكي الله يا وشد حبيبتي. عينك. يا رب خليك. وربنا معاكي ويوفقك، وان شاء الله تقدري تكملي الرسالة بتاعته ان شاء الله. الله يخليك. يا حبيبتي. اتفضلوا. اسماء سليم دسوق. معايا 4 عيال. معايا مروه في اولى اعدادي، ومعايا فاطمه في 6 ابتدائي، ومعايا محمد في سنه 3 ابتدائي، ومعايا علاء عنده 5 سنين ونص. يا حبيبتي. وجوزي متوفي بقاله بقاله قد إيه؟ 3 سنين. 3 سنين. ربنا يعينك. 4 أولاد برضو مجهود عشان تكتمل الرحلة بتاعتك في تعليمهم. ربنا يعيننا عليهم. بس اوعوا تأثروا، ما تأثروش، لا خليهم والله كلهم احنا شغالين يتعلموا. اوعوا. وعليهم والله. التعليم مهم جدا. لا والله شغالين وبنعلمهم. يا حبايبي ربنا يا رب يخليهم. يا حبيبي ما تأثروش لا معانا. والله مش مقصرين. هم بقى ما يأثروش معانا في الآخر. لا طبعا، لا طبعا لا، ما تأثروا بأثروش معاك. طبعاً. يعملوا اللي احنا عملناه لهم في الأول. يا حبيبتي ربنا معاكم. ربنا معاك. اتفضلي يا حبيبتي. أنا شادية فوزي حسين. معايا 4 بنات. أكبر عيلة في سنة 4 ابتدائي. ونور في سنة 3. ومعايا سندس راحة السنة دي إن شاء الله. ومعايا رؤية عندها 3 سنين. وزوجك؟ وزوجي متوفي بقاله 5 سنين. فربنا يقوينا عليهم. يا ربنا الحمد يعينك. لله. وربنا يعينك، ولسه كل اللي جابه ربنا أولادك حلو. صغيرين في البداية، صغيرين. وربنا يقويك عليهم ان شاء الله. اللهم امين، اللهم يا رب. امين. يا رب حبيبتي. اتفضلي. هيام محمد يوسف. معايا 3 عيال، 2 توأم، 3 اعدادي و5 ابتدائي. وابوهم الله يرحمه بقاله 8 سنين. يا ربنا يعينك. الحمد لله على اي حال. الحمد لله مشقة اشتغلنا. وتعب. الحمد لله اشتغلنا، والحمد لله. كل جوب ربنا حلو، الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. هند خلف محمد. معايا 4 أطفال. سيف في 2 إعدادي، وندى في 6، وأميرة في 4، وأحمد في أولى. وجوزي بقاله 2 سنين ميت. وبكافح عليهم يعني الحمد لله. يا حبيبتي. ان شاء الله ربنا الحمد يقويك لله. ويعينك ان ربنا شاء الله. يقويك. بشتغل بإذن وطفح الله. الدم عشانهم الحمد أكيد لله. طبعا، أكيد الحمد طبعاً لله. يا حبيبتي. كل سنة وأنتم طيبين. وانت سنة وانت طيبة يا طيبة. حبيبتي. ربنا يخليكوا يا رب. اتفضلوا. في ناس ورا طبعا اتفضلي. نسمع برضو. أنا اسمي عواطف عبد الرحيم. اه معايا 4 برضو. محمد أولى إعدادي، آه. وبلال 5 ابتدائي، وأنا 3 أزهر ابتدائي يعني، وعبد العليم 5 سنين لسه حضانة. وجوزي متوفي بقاله 3 سنين دلوقتي. ربنا معاك. الحمد ان لله. شاء الله ربنا معاك. ويعينكم. الحمد لله طبعا، ربنا يعيننا ويقوينا عليهم يا رب. الولاد والتربية هي طبعا الحياة بس صعبة. بتبقى صعب يعني، ربنا يهديهم ويقوينا كلهم عليهم يا رب ان شاء الله.
طبعا هي بس انتوا لوحدكم برضو يعني. يلا حبيبتي قولي. اسلام ابراهيم. جوزي متوفي ليه 2 سنين ومعايا 5 عيال. معايا مروان اولى ثانوي، ومعايا مهران 6 ابتدائي، ومعايا مريم اولى اعدادي، ومعايا ملك اولى ابتدائي، ومعايا مكة في الحضانه. ربنا يعينك عليهم. وبقاله قد ايه متوفي؟ ليه 2 و3 شهور. 2 و3 شهور. الحياه بقت صعبه طبعا يعني بعد وفاته طبعا والتربيه صعبه دلوقتي فعلا. بس اوعوا تاثروا ما تاثروش. معلش يعني زياده الاسعار شويه، بدات الاسعار تنزل ان شاء الله، والايام اللي جايه تكون ايام خير عليكم. ربنا يعيننا يا رب، ربنا يعيننا، ربنا ما بينساش حد. ما تقلقوش يعني. ربنا معاكم. كلكم من اسماعيليه ولا في حد منين؟ اسماعيليه. انتوا كده ابو سوير؟ انت ابو سوير تبع سياده النائب. مين تاني؟ ولا كله اسماعيليه؟ اسماعيليه تحيا ابو سوير. تحيا ابو سوير. تحيا ابو سوير. تحيا ابو سوير بقى النهارده. اسماعيليه كلها. ابو سوير النهارده مسيطره معانا بقى. اسماعيلويه يعني. طبعا. اهلا وسهلا بيكم. والله احنا مبسوطين بوجودكم معانا النهارده. وست نائب بقى تحب تقول لهم ايه قبل ما نختم حلقتنا النهارده؟ والله يا فندم انا بصراحه عاوز اقدم شكر لحضرتك على اللفته الجميله جدا اللي انت خليتي اشوف اخواتنا وامهاتنا النهارده. لفته عظيمه جدا من حضرتك ومن قناه الرابعه بالذات، ولفته جميله جدا من مساعدتنا من منظومه امان وشرطتنا العظيمه، بنشكرهم ونأمل ان شاء الله من المزيد. يعني يمكن اقول لسيادتك حاجه بسيطه جدا. يعني انا ليا صديق عزيز عليا قوي، لما بيقعد معايا كل همه الناس الغلابه طبعا. يعني مش عاوز اقول لحضرتك لو تم دخل له 1000 جنيه في جيبه ويقول لك انا عاوز اروح ادي للناس. يا ابني قول لي بص انا حاسس بالناس. ففي نماذج طيبه جدا بتحس بالناس الغلابه، انا بشكرهم. وان شاء الله باذن الله البلد يعني بلدنا عظيمه وبلدنا جميله جدا بيكم. بلدنا عظيمه بيكم انتوا، لان انتوا بصراحه يعني عظماء مصر. والله وعظيمات مصر فعلا. عظيمات مصر فعلا. وبرغم الظروف والحياه بالظبط كده. الحياه يعني جت عليهم شويه، لكن هم قدها وقدود مش كده؟ ان شاء الله قدها وقدود. يعني يمكن من خلال برضو برنامج حضرتك ان احنا يعني كدورنا احنا كمجلس نواب زياده بنطالب الحكومه بزياده التكافل وكرامه للمواطنين اللي يستاهلوا. يمكن سياده الرئيس زود المرتبات وزود المعاشات. حد بياخد تكافل وكرامه؟ انا باخد تكافل. فاحنا ان شاء الله يعني دورنا احنا في الفتره اللي جايه دي، دورنا في الفتره اللي جايه انا باخد تكافل. اكيد تكافل وكرامه. ايوه اكيد. انا يعني هسألك سؤال معلش، بتاخدي كام؟ هنقول لسيادة النائب يحل لك القصه. كنت لو باخد 450 دول باخد 600 جنيه. شفتي بقى؟ معاكي يا ريت تقولي لنا كنت بتاخدي كام؟ الاول كنت باخد 450. طيب خدتي كام؟ دلوقتي زدت بقت 600 جنيه غير المكنه ما بتخصم كمان، يعني ممكن 600 وزياده. 600 وزياده. بس انا بسحبه ب 600. طيب انا عامله بقالي سنتين ما جاليش. معلش اي مشكله انا تحت امرك. انا بس بتكلم بصفه عامه. شوف حضرتك برضو دعم الدوله من خلال التكافل والكرامه لاهالينا اللي زي دول بتزودهم اهو، ولكن احنا كنواب بنطالب المزيد طبعا. لان مهما كان 600 جنيه مش هيعملوا حاجه برضو، لكن كمان عدد كبير. فاحنا ان شاء الله باذن الله اوعدكم معايا 3 في المدارس. اوعدكم ان احنا هنطالب باذن الله من خلال وزاره التضامن الاجتماعي بزياده التكافل والكرامه لاهالينا ومواطنين، لان دول فعلا هم دول اللي يستاهلوا. هم دول اللي يستاهلوا فعلا. وكمان بيربوا ايتام ان شاء الله. الدروس عليهم غاليه فعلا. الله يعينك. 3 و1000 ونص في الشهر دروس. طب ما احنا بنشتغل عشان نكمل الدروس اصلا. ان شاء الله يعني ربنا معاكم احسن من الكل طبعا. والحمد لله الدوله مش سايباكم، معاكم موجودين من خلال تكافل وكرامه زي ما قلت لحضرتك. وقد انتوا شايفين هو برنامج جميل جدا. بنحاول نساعد على قد ما بنقدر. والله احنا بنحاول ان شاء الله. خلونا بقى نختم. تتفضلوا نختم حلقتنا وست نائب معانا ونختم الحلقه بتاعتنا الجميله دي مع احلى امهات في الدنيا. طبعا يلا طبعا. كل سنة وانتم طيبين. اتفضل يا سيادة النائب. كل سنة وانتم طيبين وشرفتونا ونورتونا. خليكي هنا، خليكوا زي ما انتم، خليكوا هنا عشان معانا، خليكي هنا. اطلعي تاني.
اتفضلي تعالي تعالي هنا. لا والله احنا اللي مبسوطين بيكم. كل سنة وانتم طيبين، احنا مبسوطين بيكم والله والله العظيم، ربنا يخليك. نشكركم وشرفتونا ونورتونا، اخرناكم شويه معلش. لسه ورا المجموعه. اتفضلي. تحيا مصر. نقف بقى معاكم كده ونقول بقى لكل مشاهدينا طبعا بنشكر كل الامهات، بنشكر سياده النائب احمد البعلي عضو مجلس النواب اللي كان معانا النهارده في حلقتنا وشرفنا. بنشكر طبعا منظومه امان وجمعيه ضباط الشرطه الاستاذ محمد متولي على هذه السلع الغذائيه لكل امهاتنا، وبمناسبه طبعا الشهر الكريم وشهر الام المثاليه وعيد المراه المصريه بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه، انت طيبين. شرفتونا ونورتونا. بشكركم اعزائي المشاهدين ودايما معكم على كل خير. حلوة بلادي السمرة بلادي